راح ندير معكم بسبوسة القطايف، ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفة وتجربوها. دارت حالة قلت نجربها. نبداو بالشربات. عندي 2 كيسان ماء ونصف، ضفت لهم 2 كيسان سكر وشريحة ليمون، درتهم على النار حتى يغلو. هنا عندي 2 حبات بيض، نصف كاس سكر، نخلطوهم مليح، ضفت عليهم نصف كاس زيت ونخلطو مليح. راح نضيف عليهم نصف كاس كاوكاو محمص جيدا، وضفت عليهم نصف كاس سميد، وفي الاخير نضيف نصف كاس ماء الزهر، يعني ماشي الاخير بصح زعما تانينا من السوائل. ضفت ملعقه كبيره فرينه، ضفت الكاس الاول تاع القطايف محمصين شريتهم واجدين، وضفت الكاس الثاني وكيس خميره، نخلطهم كامل مع بعض. هنا المول اللي يحبها تجي غليظه بزاف يدير داك المول مدور صغير، واللي يحبها كيما انا يدير هذا المول طويل. دهنته بشويه زبده ورشيته بالفرينه. راح نحط الخليط تاعنا، دخلته الفرن سخن 150 درجه، شعلت من تحت ومن بعد شعلت من فوق مباشره. رشيتها بالقطايف من فوق للتزيين، وشربتها بالشربات تاعنا. والتزيين اختياري، انا واش كان عندي زينت به. جات بزاف بنينه. انا في حقيقه النهار الاول ما عجبتنيش، حتى النهار الثاني حتى باتت ليله كامله باش الذوق تاعها تغير. هي ذوقها يجيكم يجيكم كيما خبز الباي، يعني نفس الذوق صراحه. وان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنساوش جربوها، وما تنساونيش ديروا لي لايك، ونقول لكم شكرا على لي كومونتير تاعكم مالغري نسبق لينا بصح يشجعوني. يعطيكم الصحه والسلام.